اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. احنا اليوم بالمسجد النبوي وراح نراويكم الساعة اللي تشتغل على غروب الشمس. طبعا هنا موضوع سنة 1370 هجرية واليوم 1444 هجرية. كم سنة؟ 44 و30 74 سنة صار لها هاي الساعة. هاي الساعة فيها ميزة، أنا راح أشرح لكم على الساعة شنو ميزة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا المؤذن يوميا يجي عند أذان المغرب بوقت الساعة ب 12 ضبط، صيفا شتاء طول النهار قصر النهار يبدأ يعد. بالصيف يختلف توقيته عن الشتاء تقريبا. هسه الساعة بيش؟ هسه الساعة بالتسعة و7 دقائق. قد الفرق؟ هسه بيش بالثلاثة إلا ثلث تقريبا، 3 إلا ربع. هاي 3 إلا ربع. هاي الساعة تشتغل على غروب الشمس. من تغرب الشمس تبدأ الساعة تعد، تبدأ الساعة مع توقيت الأذان، يعد يوم كامل 24 ساعة. مع الأخوة الأعزاء حاج رياض فضلي سيد جمال عميدي. هاي طبعا وين تقع؟ تقع قرب باب الرحمة في المسجد النبوي الشريف. قليل من الزوار ما يشوفونها، ما يعرفون قضية شنو. فهاي الساعة تشتغل على غروب الشمس، يبدي ساعة الصفر والغروب الشمس. اعتادوا بالمدينة انه يحتفظون بالشغلات التراثية. صحيح. هذه عمرها مثل ما تفضلت 74 سنة. فآثروا انه تكون موجودة. نظام عمل تشتغل لحد الآن. نظام عملها تعمل بالمعايرة اليومية. يعتبر وقت الغروب هو بداية اليوم 12، يعني الساعة 12 هي منتصف الليل. بداية اليوم هي الساعة 12 وقت غروب الشمس. ويوميا في غروب الشمس يتم المعيار حسب المواقيت الشرعية. هاي هي موجودة ويقول لها المدينة موجودة وشغلها يعني مستمر لا زال لهذا. وهي طبعا تشتغل بالمو كهربائية، بالتكويك. شكرا جزيلا.